بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم رسالة سلام. لا يزال الحديث في ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يبغضه. نسعى لمعرفة ما يحبه صلى الله عليه وسلم لنعمل به، ونسعى لنعلم ما يبغضه صلى الله عليه وسلم لنبتعد عنه، وذلك عملا بقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن هذه الآية العظيمة تبين لنا أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه الرجاء بلقاء الله عز وجل على الخير، كما أن قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وذكرنا في افتتاح كل حلقة أن فائدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكمن في ثلاثة أمور. أولا، تنال بها محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وثانيها أن الله يغفر للمتبعين لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هاتان فائدتان عظيمتان وما بعدهما من فائدة، وهما الحصول على محبة الله عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل عبدا فإنه لا يعذبه أبدا، فالله عز وجل لا يعذب من يحب. ولذلك مشاهدي الأكارم، كانت هذه من أعظم نعم الله عز وجل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية المغفرة، وهي التي نريدها جميعا. الثالثة الهداية، وهي مندرجة في قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمور الثلاثة، وهي الهداية ومحبة الله وطلب المغفرة، هي التي تفسر معنى قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي لا يرجو الله عز وجل ولا يرجو اليوم الآخر ولا يؤمن باليوم الآخر وليس عنده الشغف للسعي في محاب الله، لا تنفع هذه الآيات ولا يستفيد منها والعياذ بالله، وهو يكون من الغافلين. لكن الذي يرجو لقاء الله ويرجو ثواب الله ويحرص على أن ينجو يوم القيامة، ودائما يوم القيامة في عينيه، فإن هذا ممن يستفيد من هذه التوجيهات الربانية الكبيرة. لذلك كلما نعرض الآن عملا من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذا الصنف من الناس يتسابق إليه. لندخل في المشروع مباشرة. كان مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام غير رمضان. صيام غير رمضان كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام مطلقا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يا سلام! فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي
وصححه الألباني. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام النسائي وصححه الألباني. هذه الأحاديث وغيرها كثير تبين أولا أهمية الصيام، فالصيام درجته عظيمة جدا، لكن لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أهمية أن ترفع الأعمال والعبد صائم؟ يا سلام، اختيار هذا العمل في حينما ترفع التقارير العملية للإنسان إلى رب العالمين وهو صائم، معناه لها درجة كبرى وعظمى ولها ميزة. لما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: أحب أن يرفع عملي وأنا أتصدق، أو أحب أن يرفع عملي وأنا أصلي، وإنما قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل على درجات، أو على أوقات، أو على أزمان، سميها ما شئت. الدرجة الأولى ترفع كل يوم، كل يوم الأعمال ترفع إلى الله عز وجل مرتين، مرة في صلاة الفجر ومرة في صلاة العصر، فالملائكة تحضر صلاتي الفجر والعصر وترفع بالأعمال إلى الله عز وجل. وترفع الأعمال أيضا إضافة إلى رفعها كل يوم، ترفع كذلك كل أسبوع، فكل أسبوع أيضا مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع إلى الله عز وجل. لاحظ أن هذه الأعمال يعني كل يوم ترفع وكل أسبوع، وكذلك هي ترفع أيضا كل سنة، كل سنة ترفع، فكل سنة ترفع في شهر شعبان، النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان لأجل هذه العلة. إذن هي علة يحبها الله عز وجل، أنك تقوم بالأعمال وأنت صائم، وأنك أبرز الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل حينما تقوم بها وأنت صائم، يكون هذا الحقيقة من أكبر القربات إلى الله تبارك وتعالى. الصوم درجته عظيمة، يكفي أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال فيه: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به لسببين: كونه من الأعمال التي تحتاج إلى صبر، الإنسان يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، وهذا يتطلب إلى الصبر، والصابرون إنما يوفى أجرهم بغير حساب، بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهنا أكد ربنا عز وجل في الحديث القدسي قال: الصوم لي وأنا أجزي به. السبب الثاني أنه خالصا لله، من صام يصوم خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. إذن كذلك الصوم جنة، يعني وقاية، والصوم يكفر الذنوب والمعاصي بشكل كبير وعظيم.
فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار 70 خريفا. وهذا أيضا يعني فضل كبير ودرجة عظمى. هذا العمل الصالح وهو الصيام كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليه أيضا الصحابة الكرام، وداوم عليه أيضا التابعون لهم بإحسان. ولا يزال الناس يصومون الاثنين والخميس و3 أيام من أيام التشريق، ويحرصون على الصيام 6 من شوال، وصيام يوم عرفة، وصيام شهر الله الحرام، و9 من عاشوراء. كل هذا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الناس أيضا يتبعون هديه صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائمين، ولذلك جعل الله أجر من فطر صائما كمن صام. وهنا لبيان أهمية الصيام ومكانته ودرجته الرفيعة، وحتى الذين لا يستطيعون أن يصوموا بسبب إرهاق أعمال ووظائف أو بسبب مرض أو نحوه، فإن الله قد شرع لهم أن يفطروا الصائمين فيحصلون على أجر الصيام. لا أدري ما إذا كان الإنسان إذا فطر صائما هل يعتبر كأنما كان صائما فيرفع عمله وهو صائم مثله، أو هو التساوي في الأجر؟ والله أعلم. الذي يظهر هو التساوي في الأجر لا التساوي في المكانة. فمن كان عطشانا ليس كمن كان يعني مرويا يعني قد شرب، ومن كان جائعا ليس كمن كان شبعان، ومن كان مرهقا بسبب الصيام ليس كمن كان نشيطا. ليسوا سواء، لا يستوون، والعلم عند الله. لذلك مشاهدي الأكارم، هذا العمل العظيم داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة بن زيد حينما قال: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، أو حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. الصيام في السفر مشاهدي الأكارم ليس من المرغب فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى في السفر، وقد روي عنه أنه كان يصوم في أشد أيام الحر، كان يصوم، وكان يقول: إني لست كهيئتكم إنما يطعمني الله ويسقيني. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسقى ويطعم حقيقة من عند الله، أو هو معنويا بمعنى أن ما أجده من التزكية وراحة القلب تجعلني أنسى ما يتعلق بالصيام والطعام؟ هل هذا هو المعنى؟ على خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر العلم عند الله أن الحديث على ظاهره أن الله فعلا يسقي النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمه كما يشاء وبالقدرة التي يشاءها سبحانه وتعالى. فقد تكون هناك مغذيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده ما لا يعلمه البشرية، فكونه يقول: أنا لست كهيئتكم، دليل على أن ثمة أمر خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني الله ويسقيني، أو يطعمني الله ويسقيني، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن علينا أن نصوم قدر المستطاع وننتهز الفرصة، فإن للصائمين بابا يقال له باب الريان، يقال له باب الريان، وهذا الباب يدخل منه الصائمون. هل هم الذين يصومون في رمضان فقط، أم هم الذين يصومون الاثنين والخميس، ويصومون أيام التشريق، ويصومون عاشوراء ويوم عرفة، وبعضهم يصوم يوما ويفطر يوما؟ هل هذا الباب لهؤلاء الذين يزيدون على صيام رمضان أم لا؟ والله أعلم. الذي يظهر هم الذين يعني برزوا في هذا العمل. يعني سبحان الله، الناس هداهم الله عز وجل وحبب إليهم عملا ما، فتجد هناك من يبرز في الجهاد في سبيل الله ولا تقوى نفسه في الصيام ولا في الصلاة، لكن إذا قيل له جاهد يحمل السلاح وينزل الميدان ويجاهد في المعارك ويكون خبيرا بالمعارك، خبيرا يجاهد ليعلي كلمة الله عز وجل، هذا يدخل من باب الجهاد. وهناك لا، نفس يعني تحب الصلاة ويحب قيام الليل ولا يفوت قيام أبدا، لا في رمضان ولا في غيره، دائما حريص على الصلوات الخمس، قلبه معلق بالمساجد ولا تفوته الصلاة إلا نادرا. وبعض السلف كان عمره ما رأى ظهر رجل أمامه، يعني دائما هو في الصف الأول، لم يرى 40 سنة ظهر رجل، عجبا والله. هؤلاء هم يدخلون من باب الصلاة. وأناس يوفقهم الله عز وجل للصدقة، فتجده دائم الصدقة، ينفق ماله ها هنا وها هنا، كل ما وجد فرصة للنفقة سارع وسابق إليها. وهؤلاء أيضا مع حرصهم على الصلوات الخمس وحرصهم على صيام رمضان وحرصهم على أداء واجبات، تجده بارز في الجانب النوافل في باب الصدقة، فيقال هؤلاء يدخلون من باب الصدقة. وتجد هناك أناس آخرون كما قلت لكم يصومون فوق رمضان 6 من شوال واثنين والخميس، والصيام بالنسبة لهم سهل، حتى تجده شيخا كبيرا وتجده امرأة عجوز لكن لا يضعفها الصوم. ليه؟ لأن 40 سنة صامت، 50 سنة صامت، تعود الجسم وأصبح الصوم عنده حياة، لذلك ما عنده إشكال. شايب ضعيف إلا يصوم الاثنين والخميس ولو كان الصيام 18 ساعة ما عنده مشكلة. ليه؟ لحسنة قدمها، حفظ الله عز وجل في الصغر فحفظه الله عز وجل في الكبر. وإن كانت هذه العبارة ليست صحيحة، صحيح أن نقول حفظ الله عز وجل، حفظه الله في الصغر وحفظه الله في الكبر، هذا هو الصحيح، لأن الذي وفق للأعمال هو الله سبحانه وتعالى، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا حفظك الله في الصغر هو الذي سيحفظك في الكبر أيضا، فعليك أن لا تضيع حقوق الله. مشاهدي الأكارم، مما يحب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. الدعاء كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء ويقول الدعاء هو العبادة. في رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة، ولكنها ضعيفة. الصحيح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله الدعاء هو العبادة. يا سلام. وربنا عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية عجيبة. لماذا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي؟ لماذا؟ ما مناسبة يعني نهاية الآية بأولها؟ المناسبة والعلم عند الله. الدعاء فيه افتقار
ومذلة لله عز وجل. حينما يرفع الإنسان يديه ويسأل، هذا الوضع فيه يعني الاعتراف لله عز وجل بأنه القادر على أن ينفع ويضر، وفيه أيضا إذلال هذه النفس لله تبارك وتعالى. فمن رفض أن ينذل لله فهو من المتكبرين. فهمتم؟ ولذلك قال بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء بمفهومه العام، دعاء الصلاة دعاء، الحج دعاء، الصيام دعاء، والدعاء أيضا في حد ذاته نفسه وسؤال الله عز وجل وطلبه من كل ذلك يدخل في مجال إذلال النفس وإخضاعها وترغيم الأنف لله عز وجل. لذلك مشاهدينا الكرام سيكون لنا فاصل، لكن بعد هذه الجزئية. لماذا قال إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ وقيل لك أيضا أن الدعاء في السجود مستجاب. يقول لك السجود أكثر فيه الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. هذه هي العلة والسبب. أنما أنت كلما تكون خاضعا لله مذل نفسك لله تكون عزيزا في الدنيا، وتكون ذا هيبة في الدنيا ومكانة عالية في الآخرة. انظروا، لذلك المذلة لله في الحقيقة هي عزة، وإنزال هذه الجبهة أعلى ما لدينا هي هذه الجبهة. هذه لا تنزل، لا ينبغي أن تنزل إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نحن خلقنا الله عز وجل من أجل أن ننذل له ونخضع، وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله يجعلنا وإياكم من العابدين. فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا نتحدث عن أمر الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المحبين لعبادة الدعاء، وخصوصا الجوامع من الدعاء. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ومعنى الجوامع من الدعاء الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا، كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا سلام. وكذلك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وكذلك أيضا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. هذه كلها أدعي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كذلك أيضا اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، فوز بالجنة والنجاة من النار. هذه أدعية جامعة كان النبي صلى الله عليه وسلم
يحافظ عليها. فبعض الأئمة تجده في الدعاء يعني يتكلف ببعض السجع ويأتي بتفاصيل التفاصيل ويترك هذه الأدعية الجامعة المانعة. لا بأس أن يأتي أحيانا بما يدغدغ العواطف، ولكن الصحيح اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو الذي فيه حقيقة ثمارا عظيمة مع الاستجابة التي وعدنا الله عز وجل بها. ولذلك روي عن عمر أنه كان يقول: لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فالدعاء حقيقة يحتاج إلى، إن صح التعبير، إلى دورة. كيف تسأل ربك؟ كيف تدعو ربك؟ يحتاج إلى دورة، إلى تمرين وتعليم كيف الإنسان يدعو ربه. فإذا عجز فعلى كل حال يعني حضور القلب وسؤال الله تبارك وتعالى بما تستطيعه من التعبير لحاجتك، عبر. أهم ما في ذلك أن يكون قلبك حاضرا وأن لا تسأل إلا الله عز وجل، فذلك كافي. لكن القمة والمرتبة العالية هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا: وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك السنة النبوية مليئة بالأذكار، وألف فيها المشايخ والعلماء في أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشرت بين الأصقاع حتى الناس تتعلم كيف تدعو ربها وكيف تذكره. هذا كله يحتاج إلى تعليم. مما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الدعاء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وصححه محقق المسند. إذن هذا الحديث. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، وإذا سأل الله الحمد لله سأل الله 3. هذه هي السنة النبوية. ولذلك في بعض الأحاديث ورد أن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، الملحين. فأنت تلح على الله عز وجل فتدعوه ليلا ونهارا، بعد الصلوات، بعد الفرائض، بعد السنن، تدعوه أنت قائم، تدعوه أنت جالس، تدعوه على جنبك. هذا الإلحاح لأمر ما يحبه الله تبارك وتعالى، وتجد الإجابة فيه سريعة أيضا. تجد الإجابة، يجيبك الله سبحانه وتعالى، وتشعر بالإجابة أيضا في نفسك. فإن التعامل مع الله سبحانه وتعالى وفقا للسنة النبوية يريح القلب، وترى نور ذلك في الدنيا قبل الآخرة. أي والله، لا يظن الناس أن لا نجد حلاوة الدعاء وثمرته إلا في الآخرة. لا، من قال لك؟ الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة. هذه الدنيا من الذي أوجدنا فيها؟ أليس هو الله؟ هو ولذلك قال سبحانه: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا إخواني ويا أخواتي، والله الدعاء شأنه عظيم. الدعاء من ألح على الله لا يمكن أن يخيب أبدا أبدا، لا تخيب أبدا. من كان في السجون، ومن كان في كرب، ومن كان في فقر، ومن كان في أزمة، ومن كان في شدة، ومن كان عنده تجارة يخشى كسادها، ومن لا يخسر مع الله عز وجل أبدا. مع الناس قد تخسر. تأمل في زيد ما شيخ من المشايخ
تقول سيقف معي وهو وعدني، تذهب يعتذر لك. تاجر من التجار يعدك بشيء تذهب إليه يصرف عنه، يصرف وجهه عنك. تذهب إلى بعض الملوك من ملوك الدنيا وبعض الأمراء وبعض الوزراء ما يملك من نفسه شيء، تجده أصلا معلق بغيره، إلا واحد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يصرف وجهه عنك أبدا أبدا، مهما كنت عاصيا ومهما كنت طائعا، إلا بشرط واحد: إلا إذا كان طعامك حراما وشرابك حراما وغذيت بالحرام، قطعت الصلة التي بينك وبين الله. حتى هذه الحالة أيضا إذا كنت مضطرا يفتح لك الباب، حتى لو كنت بهذه الحالة، إذا كنت أنت مضطر يفتح لك هذا الباب حتى ينقذك، لأنه لا منقذ لك غيره سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء أمره عظيم يا إخواني. يعني تخيل بعد هذا كله تجد أن أناسا يصرفون هذا الدعاء لغير الله عز وجل. والله مصيبة كبرى وجرم عظيم، ما تستطيع تعبر عن عظيم هذا الجرم إلا حينما تسمع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت تفزع وتخاف. ولما تسمع قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشوف تشبيه الشرك بالله، كيف يا بني آدم تترك الله عز وجل وتسأل السيدة زينب وتسأل عبد القادر الجيلاني، عباد. حتى لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مشرك يا أخي، كيف يحصل هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. حينما يدعو إبراهيم الخليل إمام الموحدين بهذا الدعاء تعرف أن الشرك خطير ولا ينقذك منه إلا الله عز وجل. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سلام! إبراهيم الخليل بالله إمام الموحدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من الشرك؟ شوف: وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت ألا تشرك بي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يوصي ربنا عز وجل نبيه إبراهيم، وربنا شوف كيف يخاطب في مسألة الشرك عبده ورسوله محمد. شوف الخطاب كيف قوي ومخيف: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا الله، والله أليس هذا مخيف؟ يا جماعة، يا من تدعون عبد القادر الجيلاني وآدم الكيناني والشيخ مزمل، حرام، شرك، مخيف، خافوا الله، اتركوا هذا، اتركوه، اعبدوا الله وحده لا شريك له. من قال لكم أن الله لا يستجيب؟ من قال لكم أن الله لا يسمع؟ من قال لكم أن الله لا يبصر؟ من؟ لذلك لماذا تترك الله وتسأل؟ خدعوك لما قالوا لك إنك مذنب وأنت كيف سيستجيب الله دعائك، عليك أن تسأل الله بهؤلاء الأولياء والصالحين. خدعوك. هذه خديعة الشيطان لقوم نوح، ولا يزال يخدع بها قوم محمد إلى قيام الساعة مع العسف. من قال لك أن الله لا يسمع دعاء العصاة؟ كلنا عصاة. من الذي يدعي أنه طائع بالله؟ لا العلماء ولا غيرهم، كلنا عصاة. لا يوجد
في بني آدم من لا يعصي الله عز وجل. بنو آدم كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، مش كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك مسألة الدعاء ومسألة الخضوع لله عز وجل أمر لم يرضى الله عز وجل صرفه لغيره. نعم قد يعصي المؤمن، يأكل حراما، يأكل ربا، يرتكب شرب الخمر، الزنا، هذا كله وعد الله بمغفرته، وعد الله بمغفرته. تمام؟ صحيح هذه كبائر وموبقات، لكن الله سبحانه وتعالى لمن تاب غفر. أما الشرك فالشرك إعلان قرآني عظيم لا يغفره الله. بالله بعد هذا الإنسان ما يخاف، ما يرجف قلبه يا جماعة. ولذلك نبي الله نوح عليه السلام قال لقومه بعد أن ذكرهم بالله وخوفهم وإلى آخره، قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقار يعني تعظيم. حتى نحن نقول لشعبنا الإريتري: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لماذا هذه الأبقار وهذه الشياه والأغنام تذبح عند المقابر؟ ماذا تريدون من المقابر يا جماعة؟ المقابر هم الذين يريدون منكم، يريدون دعاءكم واستغفاركم لهم عند الله لأنكم أحياء. الحي هو الذي يسمعه الله عز وجل، أما الميت لا ينفع ولا يضر، هو محتاج من يدعو له. كيف تذهبون بهذه الأبقار إلى هذه اليوم موجود ذبح الأبقار والشرك بالله عز وجل موجود في بلادنا حتى هذه الساعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين إحنا نبكي نقول بلدنا فيه حرب، بلدنا فيه جوع، بلدنا فيه ظلم، سجنوا علماءنا، قتلوا أولادنا، سجنوا. هذه تسليط من رب العالمين بسبب هذا الشرك ومحاربة الله عز وجل. الشرك أعظم من الربا. إذا كان الله يقول في الربا فأذنوا بحرب من الله، فماذا سيقول في الشرك؟ ماذا سيقول في الشرك؟ والشرك بالإجماع أعظم من الربا، أعظم من الربا بلا شك. إذن يا جماعة كابقوي مع الكساد محز، دخلنا اللغة التقنية شوية حتى يستقيم المعنى. لذلك لا بد من الخضوع لله سبحانه وتعالى ومعرفة أهمية صرف الدعاء لله وتحريم وتجريم صرفه لغير الله. إذن قلنا الدعاء كان يحب النبي عليه السلام الجوامع من الدعاء، معناته أنه يحب الدعاء. وكان يحب الإلحاح. الإلحاح يعني التكرار، وفي التكرار والإلحاح فيه الخضوع لله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الكلمة ليست في أهمية الدعاء ومكانته، فمجاله آخر، لكن نحن نتكلم أن الدعاء مهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مارسه في حياته. أنت هل تدعو الله عز وجل؟ هل لك سر عند الله كما يقولون؟ هل تدعو الله في الخفاء؟ هل تدعو؟ بعض الناس تمر عليه السنوات والأشهر والأسابيع والأيام، أو الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات وهو لم يسأل الله، ما دعا الله قط. ربما يؤمن إذا كان في أدعية مجموعات، لكن هو نفسه يسأل الله ويرفع كذا يسأل الله، لا تجد ذلك، ما عود نفسه. هذا محروم. يعني نبيك صلى الله عليه وسلم كان يدعو ليلا ونهارا، وكان يحب تكرار الدعاء. وربك عز وجل يقول: قل ما يعبأ بكم ربي
لولا دعاؤكم. أنت تشعر سبحان الله من هذه الآية كأن الله لم يخلقنا إلا لأجل عبادة الدعاء، لأجل عبادة الدعاء. أنت تشعر بهذا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاء، سؤال الله سبحانه وتعالى. لذلك سلفنا الصالح فهموا هذا جيدا، وأصبحوا يسألون الله حتى الملح. الملح الشيء البسيط يسألون الله عز وجل، وهذا ليس بعيب. يعني الله عز وجل لا يسأل إلا للعظماء، للأشياء العظيمة، لا، ربنا عز وجل ينبغي أن يسأل في الصغير والكبير يا أخي بعض الناس حتى في المصائب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، كما قال عز وجل. نعم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ما معنى تضرع؟ التضرع هو الدعاء، ولكن فيه نوع من الضراعة والخشوع والخضوع، أشبه ما يكون بالضرع. رأيتم الطفل كيف يلتقم ضرع أمه وثديها، وكذلك البهيمة كيف تلتقم الثدي وتأخذ الضرع. فأشبه ما يكون العبد أيضا في الدعاء، يتضرع ويتذلل هكذا ويتملق لله عز وجل من أجل أن يحصل على مراده. لذلك يا معاشر المستمعين والمستمعات، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاح في الدعاء. ألحوا، ادعوا ربكم، خصص وقتا دائما أن تدعو ربك. لا تفوت أوقات استجابة الدعاء من السجود بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل إذا استيقظت من النوم، فرصة. إذا كنت نائما أحد أيقظك لا تغضب، هذه فرصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل يعني استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وإن استغفر غفر له. يا سلام! يعني إذا كنت نشيط توضيت وصليت قبل الله صلاتك، ضمان، لأن عندك هذا الذكر، ضمان تقبل صلاتك على طول. وإذا تكاسلت ما قدرت تقوم وشفت النوم شد عليك، طيب اجلس كذا، اجلس، ثم قول هذا الذكر، ثم ادعو الله، ثم استغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن استغفر قبلت غفر له، وإن دعا قبل دعاؤه، أيضا فيه نهاية الحديث. فالدعاء يكون مستجاب في آخر اللحظات. يا جماعة، علينا أن نعرض أعمالنا لله عز وجل وملفاتنا وهمومنا وغمومنا. الملفات والمشاكل كثيرة ولا يحلها إلا الله عز وجل، فنرمي هذه الملفات بين يديه، فإنه هو القادر الوحيد الذي يستطيع أن ينجزها لك، وهو الوحيد الذي يعطيك وجهه ولا يصرف وجهه عنك أبدا. فاللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة الكبيرة التي أوليتها عبادك، من كونك تستجيب الدعاء وتسمع دعاء الداعين. لك الحمد والشكر حتى ترضى. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أوابين، لك داعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.